أصدقائي صديقاتي، نهاركم سعيد. جولتنا النهاردة هتكون في الحي الراقي ده اللي احنا شايفينه قدامنا. ده كان اسمه ميدان وبور المية، وبعد كده اتسمى على اسم العالم الكبير الدكتور أحمد زويل، بقى ميدان أحمد زويل، مع ان التمثال بتاع احمد زويل شالوه حطوه في مكان على جنب كده، بس ما علينا. يعني العمارة الجميلة دي قدامنا، انا خدتها لكم باكتر من زاوية علشان نشوفها كلها، وكمان علشان نشوف مدخل العمارة من الداخل، وهنشوف السلالم والمنور. انا واحدة من الناس كان عندي شغف وفضول ان انا اشوف العمارة دي من الداخل، كانت بتعجبني دايما، لان زي ما احنا شايفين الباب على طول، باب العمارة كان بيبقى مقفول. العمارة دي ليها اقاويل كتير. في مقولة بتقول ان هي تبع او اللي اسسها شركة المية الانجليزية، وفي اقاويل تانية بتقول ان العمارة دي كانت ملك كوهين عادة. دي عائلة يهودية سفردية. الحقيقة عائلة عادة دي معروفة في اسكندرية، عملوا حاجات كتير جدا، منها مستشفى الرمد اللي هي قدام الاستاد او اللي قريبة من استاد اسكندرية، وكمان ميدان الفوانيس والخمس عماير اللي هناك قدام الخمس فوانيس هم اللي كانوا عاملينها. العمارة اتبنت في منتصف 1930 وبناها يوسف عادة. وبعد كده بعد فترة اشتراها رجل الأعمال وتاجر الأخشاب أسعد باسيلي. أسعد باسيلي ده كان القصر بتاعه في أول شارع فؤاد، اللي هو حاليا متحف القومي. وبالمناسبة إن أسعد باسيلي هو خال الفنان الكبير عمر الشريف الله يرحمه، وكان مقيم في العمارة هنا أثناء دراسته في كلية فيكتوريا كوليدج. وكان معظم سكان العمارة كانوا يهود، وغادروا العمارة بقرار من الرئيس الأسبق الراحل جمال عبد الناصر. وسكن العمارة الأستاذ الليثي عبد الناصر شقيق الرئيس السابق. وبعد كده اكتسبت العمارة الشهرة باسم الليثي عبد الناصر، وبعد التأميم أصبحت شركة الشرق للتأمين تمتلك العمارة، وحاليا العمارة مملوكة لشركة مصر للأصول العقارية. طبعا زي ما احنا شايفين ده مدخل العمارة من جوه، الحقيقة جميلة جدا والسلالم حلوة. العمارة طبعا من سنة 1930، يعني بقالها حوالي 95 داخلة على 100 سنة. قد ايه الأرضيات جميلة والسلالم، شكل العمارة ايه، والبيبان وكل حاجة والعواميد، ايه الجمال ده، الحقيقة جميلة جدا. يعني العمارة داخلة على 100 سنة، وبصوا بالجمال والحلاوة والسلالم والترابزين والإزاز بتاع السلم. طب أنا عايز أعرف لما اتعملت جديدة من 100 سنة كان شكلها إيه. بصوا الترابزين قد إيه جميل وفخم، والإضاءة ممكن يكونوا دهنوا الحيطان، لكن الأرضيات إيه الجمال ده، والسلالم والجمال. على فكرة كان من سكان العمارة كان الدكتور أحمد السيد درويش. الدكتور أحمد بعد كده أصبح عميد كلية الطب، وبعد كده كان وزير للسياحة من قاطني العمارة، لأنه كمان كان بيعالج والد الرئيس الراحل الأسبق جمال عبد الناصر. بصوا ده الدور الأولاني. الدور على فكرة في شقتين 2 بس. طبعا مساحة الشقق كبيرة، يعني الشقة في حدود 600 متر على ما أظن. يعني هنا شايفين الفخامة والشياكة،
ايه الجمال ده. على فكرة معظم العماير القديمة كانت للطلاينة واليونانيين. الحاجات الجميلة دي هم اللي كانوا بنيينها، كانوا بيحبوا مصر بجد. احنا قلنا ده الدور الاولاني، هنطلع الدور الثالث. كانوا بيقولوا لي لو كنت جيتي من شهر كنت شفتي جمال العمارة والشياكة اللي كانت فيها. قلت لهم كان في ايه من حوالي شهر؟ قالوا لي خطوبة حفيدة الليثي عبد الناصر كان من حوالي شهر، وكانوا مزينين العمارة كلها من الداخل بالورود ومن بره كانت تحفة. قلت لهم ربنا يسعدهم وألف مبروك. ده الدور التاني. عايزة أقول لكم الشقة دي هي اللي ساكن فيها الليثي عبد الناصر، الأستاذ الليثي عبد الناصر، في الدور التاني. هو ده الدور بتاعه. طبعا كل دور زي ما قلت لكم فيه شقتين. انا ما طلعتش الدور الثالث لان هما زي بعض وما طلعتش الحقيقة. عايزة اقول لكم ان الادوار عالية جدا، اللي يطلع كده يعني الادوار عالية جدا جدا. ده الشقة بتاعت الليثي عبد الناصر. بصوا السلالم، الحقيقة انا عجبني السلالم جدا. واحنا نازلين في قدامي فرصة ان انا اوريكم كمان المنور. هوريكم المنور، بصوا قد ايه واسع وقد ايه جميل، صحي جدا، والشمس كلها فيه، شمس مالية المنور. كانوا بيبنوا بطريقة صحية على فكرة. انا كنت بصور، كانت الساعة كام؟ كانت الساعة 4 النهاردة الجمعة يوم 25/8، والشمس مالية المكان. الحقيقة في المنور المكان كله صحي، العمارة كلها، الأوض والواجهة والجناب كلها صحية. زي ما قلت لكم ده الدور الأولاني، هو بيبقى شقتين. وعايزة أقول لكم ده الأسانسير قد إيه جميل وقد إيه لونه حلو، وكلهم يعني ماشيين بسيمترية واحدة، يعني الألوان كلها حاجة واحدة، مفيش عشوائيات فيها. والسلالم اهي جميلة. أنا بشكركم جدا، وبتمنى إن المحتوى يكون عجبكم. وطالما عجبكم ياريت تشاركوني، تعملوا لي لايك وسبسكرايب زي ما بيقولوا. وبشكركم جدا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.